رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي يهز فرنسا بسبب أشرف حكيمي، ويفجر مفاجأة كبرى من داخل المحكمة، ويكشف حقيقة الفتاة الفرنسية. شاهد ماذا حدث. لكن قبل التفاصيل لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد توجيه المدعي العام توجيه تهمة الاغتصاب إلى اللاعب المغربي أشرف حكيمي باغتصاب فتاة فرنسية والتعدي عليها في منزله، فقد نقلت الإذاعة الفرنسية أن رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي أدلى بشهادته من داخل المحكمة. ونقل المصدر أن ناصر الخليفي قال لقاضي المحكمة أن هذه المؤامرة مدبرة ليست بسبب أشرف حكيمي فقط، وإنما تخص النادي الباريسي بأكمله، والتي طالت سمعة النادي. فنحن كمستثمرين قطريين تعرضنا لكل أنواع الابتزاز هنا في فرنسا من أجل النجاح الذي حققناه مع النادي الباريسي، واليوم تريد بعض الأطراف زعزعة استقرار النادي.